السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الكورة محمد مبروك وفيديو جديد. منذ لحظات وانتهت مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في رادس، ولنا في رادس حكايات وجولات ولنا في رادس حكايات وجولات. النادي الأهلي يكسو على الترجي التونسي في رادس بثلاثة أهداف دون رد. طبعا احنا كنا بنشوف في اول 10 دقائق بيرسي تاو احرز الهدف الاول. هو ده يعني كرة جميلة وعرضية من كهربا، حسين الشحات يلعبها لبيرسي تاو. بيرسي تاو في الجون، هدف ولا اروع ولا اجمل. هدف جميل جدا بيرسي تاو. انتهى يعني الشوط الاولاني كان في يعني لعب كويس من جانب نادي الترجي التونسي. كانت في كام هجمه كده على النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي كان بالمرصاد لكل هذه الهجمات من نادي الترجي. كان النادي الاهلي بيرد في الملعب بلعب باستحواذ على اغلب المباراه. كان اللعيبه بصراحه يعني احنا لما نيجي نشوف المباراه كان التشكيل محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم اللي عمل مباراة ممتازة جدا جدا، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني. يجي في نص الملعب اللي انت يعني للمباراة الثانية على التوالي، اللي بنيجي المباراة الثانية على التوالي بنيجي نشوف حمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطية. اللي شابوه مروان عطية. هفضل اقول على طول مروان عطية افضل خط نص في مصر. مروان عطية افضل خط نص في مصر بلا منازع في الفترة القادمة ان شاء الله باذن الله. وده هيكون اضافة كبيرة واضافة ممتازة جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر في الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله. يجي في الهجوم حسين الشحات، بيرسيتاو، قدامهم كهربا الفولت العالي. النهارده كان الشوط الاول طبعا زي ما احنا عرفنا ان انتهى. كان النادي الاهلي كان بيلعب 4 2 3 1. نادي الترجي التونسي كان بيلعب ب 4 3 3 وخطته المعتاده. النهارده كان في تقارب بين لعيبه النادي الاهلي، كان مضيق المساحات على فريق الترجي التونسي. كان النادي الاهلي كان بيسلم الكرة يعني من رجل لرجل، تسليم وتسلم رائع. كان في يعني اللعيبه كانت بتقطع الكرة بتخش على الجوه. لعيبه أدت مباراة يعني كويسة ممتازة جدا. قسوة كبيرة جدا جدا على فريق الترجي التونسي في رادس. نيجي الشوط الثاني. لما نيجي نشوف الشوط الثاني بيرسي تاو طبعا اتلعبت له روعه روعه روعه. لما نشوف بيرسي تاو ياخد يلم واحد يهوش تهويش، الثاني الثالث، كرة ثبت الحارس فيها في البعيدة. كرة ولا أجمل ولا أروع ولا أفضل ولا أحسن من كده بصراحة، حاجة يعني 10 على 10. نيجي للهدف الثالث، والهدف طبعا الفولت العالي الحراق جامد قوي، وهو محمود عبد المنعم كهربا. كهربا طبعا احرز هدف جميل جدا جدا النهارده، الهدف الثالث، والنادي الاهلي كسب 3-0. خلاص يعني انا بعتبر ان المباراه ديت خلاص هي انتهت، قضت على المباراه تماما. كون النادي الاهلي يحرز يعني حتى ماتش اول مره في تاريخ النادي الاهلي يكسب 3-0 على ملعب رادس. 3-0 يعني حصلت قبل كده بس كان تقريبا 3-1، ولكن المره دي كانت 3-0، كانت نتيجه تقيله ونتيجه كبيره بالنسبه للنادي الاهلي لما يكسب. احنا لينا حكايات وصولات وجولات في رادس، ولكن كان نكسب ان احنا مثلا نكسب 1-0، 2-1، 2-0. اما 3-0 لا، نتيجه تقيله ونتيجه كبيره على فريق كبير زي فريق الترجي التونسي. لما انت تكسب 3-0 في رادس، انا بعتبر ان مباراه في ان شاء الله في استاد القاهره مباراه تحصيل حاصل. يعني ان شاء الله باذن الله مباراه تحصيل حاصل. وانا اقول يعني ان شاء الله ان لم يكن بقى، طبعا هي كره القدم ملهاش كبير، كره القدم ممكن تخونك الكره، وممكن يعني يحصل دروب ان انت تخسر، ولكن اللي انا شايفه
لأ، أنا إن الترجي مش الفريق اللي هو هيرجع، يعني الفريق مش اللي هو هيرجع ويعود إن هو يرجع يقدر يحرز 3 أهداف في هنا في مصر، ما أعتقدش. لأ، إحنا النهارده إن شاء الله بإذن الله مباراة جميلة، مباراة ممتعة. الcoach مارسيل كولر عمل مباراة قوية جدًا، مباراة ممتازة. طبعًا إحنا باشكر اللعيبة إن هي عملت ماتش كبير، ماتش عريق، أدِّت اللي عليها ولعبت ماتش ممتاز جدًا، جدًا. وإن شاء الله بإذن الله العودة يكون الاستاد متقفّل بالساعة الكاملة. طبعًا إحنا كل ثقتنا في الأمن المصري إن شاء الله بإذن الله إن يوافق إن شاء الله على الساعة الكاملة لاستاد القاهرة، لإن الماتش الجاي هيبقى في استاد القاهرة بإذن الله. نتمنى إنه يكون الملعب مُكتمل على آخره إن شاء الله والأمن يوافق على الساعة الكاملة، وتكون مباراة يعني قوية جدًا من جانب النادي الأهلي. الحمد لله على المكسب. طبعًا بنشكر مجلس الإدارة، بنشكر اللعيبة، بنشكر الcoach مارسيل كولر. عملتوا ماتش رائع، عملتوا ماتش تقيل، عملتوا ماتش فيه counter attack عالي أوي، 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 أوي بالنسبة للعيبة النادي الأهلي على فريق الترجي التونسي. كنا مستحوذين تمامًا على المباراة. لعيبة أدّوا ما عليهم. بنشكرهم. طبعًا الواحد بيفتكر في الملعب دوّة هدف أبو تريكة، طبعًا هدف اللي كان أحرز أبو تريكة في آخر في +90، إن خلّى النادي الأهلي يكسب البطولة. لمّا نيجي نفتكر وليد سليمان ومحمد ناجي جده برضه على نفس الملعب، وحمدي تقريبًا حمدي السيد تقريبًا، السيد حمدي. طبعًا برضه كان 3 أهداف بالنسبة للنادي الأهلي. قدر النادي الأهلي يكسب مع حسام البدري على ما أعتقد، كسبنا في الملعب دوّة نفس النتيجة. كانت يعني دي مش أول مرّة النادي الأهلي يعني إحنا يعني يكسب يعني 3، بس إحنا النهارده أول مرّة نكسب 3-0. يعني كانت نتيجة يعني ال3 كده صايمة كده زي ما بيقولوا. إنما إحنا قبل كده كان في 3-1، 2-1، 2-0، 1-0. إنما نتيجة 3-0 دي أول مرّة في تاريخ النادي الأهلي يكسب الترجي التونسي في رادس. الحمد لله على المكسب، الحمد لله. لعيبة أدّوا أداء عالي أوي. إن شاء الله بإذن الله لنا عودة في استاد القاهرة. وآخر الفيديو أتمنى إن أنتم تتابعوني على الpage الكورة مع محمد مبروك، وتتابعوني من على اليوتيوب لو أنت مش متابعني تابعني وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.